سيداتي سادتي مشاهدي الفضل الإثرياء أينما كنتم نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. وزير الشؤون الخارجية يعقد سيمينار للإثريين في الرياض. تنظيم الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية. نجاح زراعة الأسماك في سدود الإقليم الجنوبي. انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في كينيا. قتلى في انفجار سيارة ملقومة بين الحدود السورية والتركية. مباحثات بين خارجية اليابان وكوريا الجنوبية. أهلا بكم من التفاصيل. عقد معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في 22 من نوفمبر الحالي سيمينارا للمشاركين في المهرجان 22 للإثريين في الرياض وضواحيها بالمملكة العربية السعودية، تناول فيها أوضاع البلاد الراهنة والبرامج التنموية الكبيرة الجاري تنفيذها. وقدم معاليه توضيحا مفصلا حول آفاق السلام المبشرة التي خلقت فرص الشراكة والتنسيق في منطقة القرن الأفريقي بعد اتفاقية السلام الموقعة بين إريتريا وإثيوبيا. وتقوم الحكومة الإريترية بجهود دبلوماسية حثيثة لتعزيز هذه الآفاق والسلام الإقليمي وتأكيد الأمن والازدهار. وذكر معالي الوزير عثمان بأن الحكومة ظلت تنفذ برامج تنموية كبيرة مانحة البنية التحتية وقطاعي الزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات اهتماما أكبر، وبما أن تقوية الموارد البشرية يحظى بمكانة مرموقة يجري العمل فيه معطيا الأولويات. وذكر معاليه المواطنين المقيمين في المهجر للعب دورهم لتعزيز البرامج التنموية الكبيرة الجارية مسخرين كافة قدراتهم وإمكانياتهم. وقدم توضيحا مفصلا حول البرامج الموضوعة. كما قدم المشاركون آراء واستفسارات تتعلق بالأوضاع الوطنية الراهنة والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدين جاهزيتهم للقيام بكل ما يطلب منهم. هذا واختتم مهرجان الإثريين بالرياض وضواحيها مساء 23 من نوفمبر. سينظم في البلاد في الفترة من 25 وحتى 30 من نوفمبر الحالي الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية بالتعاون بين وزارتي الصحة والزراعة. ويهدف الأسبوع للتوعية بالمضادات الحيوية والاستخدام الجيد لها والتشجيع على الحد من انتشار المضادات الحيوية. وأوضح منظمو أسبوع المضادات الحيوية بأن أدوية المضادات الحيوية التي تؤخذ كأغراض ومشروب وحقن وغيرها ساهمت في علاج العديد من الأمراض، ونتيجة لذلك تمت السيطرة على الكثير من أمراض الالتهابات والإسهالات المعوية والكوليرا والسل وغيرها، فضلا عن الوقاية من الأمراض القاتلة بالتطعيم. وأشار المهنيون الصحيون إلى أنه رغم هذا الإنجاز فإن الاستخدام السيء للمضادات الحيوية أدى البكتيريا لاكتساب المقاومة ضد الأدوية والتقليل من فعاليتها. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية بأن مقاومة المضادات الحيوية آخذة في الارتفاع إلى مستويات خطيرة بأنحاء العالم كافة، وثمة آليات مقاومة جديدة آخذة في الظهور والانتشار على مستوى العالم، مشكلة تحديا عالميا. وأهب المهنيون الصحيون بضرورة عدم استعمال المضادات الحيوية إلا باستثارة الأطباء والحرص على اتباع نصائح العاملين الصحيين وعدم مشاركة المضادات الحيوية مع الآخرين، والوقاية من عدوى الالتهابات عن طريق الانتظام في غسل اليدين وإعداد الطعام الصحي. قيم مكتب الثروة السمكية في الإقليم الجنوبي مدى نجاح زراعة الأسماك في 22 سدا بالإقليم بنسبة 70%. وأوضح مدير المكتب السيد الأمين أحمد في الاجتماع الذي عقده في 21 من نوفمبر في دبروة أن عملية زرع الأسماك من عام 2017 حتى 2019 في السدود الملائمة وجدت القبول من المجتمع والاستفادة من الأسماك. وقال أن الهدف الأساسي من العملية هو ضمان توفر الغذاء المتكامل وتحسين حياة سكان الريف، وقد نظمت الدورات التدريبية اللازمة وإقامة الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.
وذكر المسؤول أن امتلاء السدود بالطمي والتلوث الذي أحدثه من الإشكاليات الكبيرة لتربية الأسماك في المياه العذبة، ويجب العمل لإصلاح مصاغة المياه وحماية السدود وضمان نظافة البيئة. وطلب الاجتماع للدفع بأنشطة التوعية لتوسيع استخدام الأسماك في الغذاء وإبعاد مضخات المياه من السدود لمنع التلوث وتعزيز دور جمعيات صيد الأسماك وتوفير أدوات الصيد. وقال المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في الإقليم الجنوب السيد يمان أباي في ختام الاجتماع أن التجربة المكتسبة أثبتت الفائدة الكبيرة لأسماك المياه العذبة، داعيا للدفع بأنشطة حماية التربة لاستدامة تربية الأسماك. بحثت إدارة مديرية فرع العملية التعليمية في المديرية وتدني نسبة المشاركة في التعليم. وتوصل مدير المديرية السيد عثمان عرفة لدى لقائه ومدراء الضواحي ولجان القرى إلى تفاهم للتعرف على الأسباب وسبل حلها، مشيرا كمثال إلى انخفاض المشاركة في التعليم في ضاحية مالكا. ودعا السيد عثمان عرفة المزارعين لمتابعة أوضاع مزارعهم من الأمطار المتأخرة والآفات الزراعية والإسراع في الحصاد. تجري أعمال نفير جماعي في منطقتي أبلو وأقرع بمديرية نغفة لصيانة طريق ترابي بطولة أكثر من 40 كيلومتر يؤدي إلى منطقتهم، وأن البرنامج المستمر لفترة شهرين بالتنسيق بين سكان المديرية يهدف إلى صيانة الطرق المنجرفة. وفي ذات السياق أفاد مراسل وكالة الأنباء الإترية بأن سكان منطقة مهميمة يقومون بتنظيم أعمال نفير جماعي لصيانة طريق نغفة مهميمة. سيداتي إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. قال حاكم محلي أن 24 شخصا على الأقل منهم 7 أطفال لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة غير معتادة في شمال غرب كينيا. وبدأت الأمطار في الهطول في مقاطعة ويست بوكوت على الحدود مع أوغندا واشتدت حدتها خلال الليل، مما أسفر عن فيضانات وانهيارات طينية دمرت 4 جسور وتسببت في قطع الطريق المؤدي إلى قرية موينو الأكثر تضررا من الأمطار. وقال حاكم المقاطعة أن جهود الإنقاذ جارية في المنطقة وأن ما يزيد على 500 سيارة تقطعت بها السبل بسبب الأضرار التي لحقت بعدة طرق. وقال المسؤول أن 11 من القتلى كانوا داخل منزل واحد، وكانت جماعات إغاثة قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن الأمطار الغزيرة والسيول أدت عن مقتل ما يزيد عن 50 شخصا وأجبرت مئات الآلاف على النزوح في أنحاء شرق أفريقيا. قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 25 في انفجار سيارة ملقومة في مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا، والتي سيطرت عليها قوات مدعومة من تركيا الشهر الماضي. وقال المفصل السوري لحقوق الإنسان أن 4 مدنيين من عائلة واحدة من بين قتل الانفجار الذي ألقى المجلس المحلي وسكان بالمسؤولية فيه على وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني. وتعتبر تركيا الوحدات جماعة إرهابية، قائلة أنها على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور على أراضيها. وظلت الوحدات حليفة للولايات المتحدة لسنوات في حربها على تنظيم الدولة الإسلامية. قال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية أن اليابان وكوريا الجنوبية اتفقتا على عقد قمة الشهر المقبل في عودة المحادثات الشائكة عن الماضي المؤلم في سنوات الحرب، والذي تسبب في توتر شديد في العلاقات بينهما. ولم يبدي أي من الجانبين مؤشرات تذكر على تغير في موقفه من القضية التي تعود لوقت استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية. وأدلى المسؤول الياباني بالتصريحات بعد لقاء جمع وزير خارجية بلاده بنظيرته الكورية الجنوبية على هامش اجتماعات مجموعة ال20 في مدينة ناغويا في وسط اليابان. وتعد هذه التصريحات أحدث دلالة على أن الدولتين الحليفتين للولايات المتحدة تتجهان نحو تحسين العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال نصف قرن بسبب قضية الأعمال الغصبية في شبه الجزيرة الكورية خلال الحرب العالمية الثانية.
وأخيرا في هذه النشرة، بكى جوناثان جونز وهو طفل مصاب بعمى الألوان ويبلغ من العام 12 سنة بعدما لبس نظارة طبية خاصة سمحت له برؤيته الأولى للألوان للمرة الأولى في حياته في الصف، حيث كان جالسا بالقرب من زملائه. وبحسب ما قالته والدة الطفل لوكالة رويترز للأنباء، فإن مدرس مادة العلوم الطبيعية في مدرسة مينيسوتا الأمريكية طلب منها الحضور إلى الصف لتكون شاهدة على اللحظة حيث سيرى ابنها الألوان. وكان التلاميذ يدرسون حصة مخصصة لعمل الألوان واختلاف الرؤية بين مصابين بهذا المرض، عندما قام المدرس بإعطاء جونز النظارات الطبية الخاصة التي يقدر سعرها بنحو $350 أمريكي. وأضاف أنها ستشتري نظارات لابنها، وأطلقت حملة عبر الإنترنت لجمع التبرعات. وصلنا إلى الختام، في أمان الله وحفظه.